من أقوى المرشحين وسام أبو علي وهو الأسد أيمن حسين. أيمن حسين من قلب النار لأسطورة كروية. تعال نتعرف على اللاعب ده بصورة أقوى وأكبر. اتولد في قلب العراق في مدينة اسمها الحويجة. المكان دوت يا جماعة مش أي حد بيعيش فيه، لكن أيمن حسين ما كانش جاي يعيش فيه، ده كان جاي يصنع تاريخ. تعالوا نتعرف على النجم العراقي بصورة أكبر. الطول 190 سنتي وبيتحرك في الملعب كأنه جبل. مش بس قوي، ده لأنه هداف من طراز فريد ونادر. بدأت حكايته مع نادي دهوك وبعدها راح النفط والشرطة، وهناك الكرة قالت كلمتها. الولد ده مختلف تماما عن أي لاعب. في عام 2018 خرج لتونس ولعب مع الصفاقسي، وبدأ مع قطر وراح مع أكتر من نادي، وكل نادي كان بيروح فيه بيسيب بصمة ويكون هداف الدوري فيه. وفي عام 2023 رجع تاني لبلده العراق، بس المرة ديت وهو نجم كبير راجع بقوة لفريق القوة الجوية، وفي أول موسم ليه يجيب 27 هدف منها رباعية ضد النفط العراقي. مين يقدر على الوحش ده؟ بس النجومية مش أرقام بس. أيمن بدأ حياته يا جماعة وسط حرب وخوف. أبوه اتقتل سنة 2008 لأنه رفض يسيب الجيش، وأخوه اختفى ومحدش عرف عنه حاجة من ساعتها. وسط ده كله الطفل ده قرر ان هو يرد على الظلم بالاهداف وعلى الحزن بالفرحة في الملاعب. مع منتخب العراق ده اسد بجد. في كأس اسيا في عام 2023 سجل 6 اهداف، وده كان اول عراقي يسجل في 4 ماتشات ورا بعض. وفي عام 2024 سجل 16 هدف في كام بقى ماتش؟ في 17 ماتش دولي، وده رقم يخوف طبعا. يعني بمعدل كل ماتش هدف. اجمالي لعب حوالي 87 ماتش دولي وسجل 32 هدف، واصبح من ضمن الهدافين التاريخيين للعراق. بس حتى وهو في عز مجده جات الاصابه الصعبه في ماتش ضد عمان، خبطه جامده جدا في صدره، وبس كمل الماتش وسجل كمان هدف الفوز. بعدها اتنقل للمستشفى بسرعه وخضع لعمليه جراحيه كبيره لانه جاله نزيف داخلي، لكن رجع ورفع راس العراق من تاني وكسبه. ده امل لناس كتير. بكل هدف بيسجله بيقول للعالم انا ابن العراق، والمستحيل ده مش موجود في قاموسي. اتمنى التوفيق للاعب النجم ايمن حسين، ويكون ضمن فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، ويصنع نجوميه كبيره زي اللي صنعها قبل كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك، فعل زر الجرس. كان معكم هاني محمد من قناه صوت الملعب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.